فين جعفر؟ مش عارف يا حاجه. السواق كلمني وقال لي انه فضل مستني المعلم هو والست عايده قدام المطار بس ما خرجوش. تلاقي الطياره فاتتهم ولا اتاخرت؟ لا يا ست صباح، هو برضه عرف ان كل الناس اللي على الطياره خرجوا، وانه سال على اساميهم لا كانت موجوده فعلا على الطياره بس ما حدش فيهم خرج. فين جعفر؟ جعفر اتمسك في المطار بمخدرات، وقال لهم في المطار اني طلقت وقابلني بالصدفه عشان ما يمسكونيش معاه. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بجلب مادة بيضاء اللون تشبه المواد المخدرة بين قوسين الهيروين بغرض الإتجار بغير الأحوال المصرح بها قانونا؟ والله ما اعرفش اي حاجه عنها بيه. ما الذي حدث إذن وما هي ظروف ضبطك وعرضك علينا؟ كنت راجع من لبنان يا بيه، وقفوني في مطار القاهره فتشوا الشنط، طلعوا الستة بتقول عليها مخدرات دي. متى وأين حدث ذلك؟ امبارح 4:30 الفجر تقريبا. وما سبب مناسبة تواجدك في الزمان والمكان سلف الذكر؟ لا مفيش، انا كنت في بيروت في لبنان. من كان برفقتك آنذاك؟ كنت لوحدي يا بيه، بس وانا راجع في المطار قابلت طليقتي صدفه. هل شاهدت وقعت القبض عليك؟ ما خدتش بالي الحقيقه. من قام بإلقاء القبض عليك؟ الشرطه، ضباط شرطه. هل يوجد علاقة أو خلافات بينك وبين من قام بإلقاء القبض عليك؟ لا ما اعرفوش، اول مره اشوفه بالظبط. هل قام سليف الذكر بتفتيشك؟ فتشني. وما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش؟ لا اللي سيادتك بتقول عليه والله المخدرات، انا عمري ما شفت شكل الهيروين ده في حياتي. ملحوظة، حيث قمنا بفض الحرز رقم 20 على واحد مخدرات بعد أن تأكدنا من صحة بياناته وسلامة أختامه في مواجهة المتهم ومحاميه، ووجدناها عبارة عن مظروف بيج اللون، وبفضه تبين احتوائه على كيس شفاف بداخله مادة بيضاء اللون تشبه المواد المخدرة بين قوسين الهيروين، وبعرضهم على المتهم أنكر صلته بهم. وبوزنه على ميزان النيابة العامة الغير حساس وزن 234 جرام، هذا وقد قمنا بإعادة تحريزه مرة أخرى ووضعه داخل مظروف بيج اللون، وجمع عليه بشمع أبيض في 4 مواضع، وبخاتم تقرأ بصمته محمود السيد حسين وكيل النائب العام. هل لديك سوابق أو اتهامات مماثلة أو غير مماثلة؟ مماثلة لا، عندي قضية بس سنة مع إيقاف التنفيذ قتل خطأ، بس ده من زمان أوي. أنت متهم بجلب مادة بيضاء اللون تشبه المواد المخدرة بين قوسين الهيروين بقصد الإتجار بغير الأحوال المصرح بها قانونا. هل لديك أقوال أخرى؟ الحاجة دي مش بتاعتي يا بيه وربنا. أنا متأكد منه إنها اتحطت لي في مطار لبنان. أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وقد قررنا الآتي: أولاً، يحبس المتهم جعفر عبد الجواد خضر العمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. ثانياً، يحرر للمتهم فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقه. ثالثاً، يرسل الحرز رقم 20 على واحد مخدرات بعد أن تأكدنا من صحة بياناته وسلامة أختامه للمعمل الكيميائي لفحصه وتحليله وبيان عما إذا كان يحوي ثمة مواد مخدرة من عدمه، على أن نوافق بتقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه. رابعاً، يطلب المقدم صلاح العشري لجلسة تحقيق بتاريخ باكر. خامساً، نسخ صورة من الأوراق وترفع لمعالي مستشار المحامي العام ليتفضل سيادته بمخاطبة مكتب التعاون الدولي بمكتب معالي النائب العام بشأن طلب تفريغ كاميرات مطار بيروت الدولي من خلال النيابة العامة لدولة لبنان. سادساً، تقيد الأوراق بدفتر حصر التحقيقات. سابعاً، تدرج الأوراق ببرنامج العدالة الاجتماعية. ايه يا متر، ايه القرار؟ خدنا 4 أيام. ما تخافش يا جعفر، يا ما دقت على الرز قول يا ابني، ربنا معاك ما تخافش. يعني فتح الله ما فيش غيره. ايه حل القصه ده يا متر؟ لازم نسرع تفريغ كاميرات لبنان بسرعة، ولو الكاميرات دي طلعت مش جايبة حاجة والعياذ بالله هيبقى فيها إعدام. ولو القاضي طلع حنين هيديله مؤبد. اعدام ايه ولا مؤبد؟ ايه تفهم من بقك وتفهم؟ ده قلب يا ست سوريا. محلوله باذن الله، محلوله يا متر ان شاء الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمعلم جعفر مكتبه مقفول وخبط على بيته برضه مفيش حد. تليفونه مقفول برضه مش عارف اوصل له. لا المعلم جعفر تعيش انت. مات؟ لا لسه هيموت. اصله بعيد عنك كده هياخد اعدام. مسكوه في المطار معاه مخدرات. انت مين يا نجم؟ انا صاحبه. صاحبه؟ تصدق يا ابني المعلم جعفر ده دماغه في الشريش؟ تصدق خالتك هي اللي دماغها في الشريش. انت راجل مش محترم. انت بتكلم مين كده يالا؟ في ايه يا عم؟ انت بتكلم مين كده يا لا استنى يا خاوي. عيل قليل الادب. عيل عارف عارف. يلا يا ابني يلا اشفك لعيشك يلا. يلا في ايه يا كارم؟ خلي معاك صغير. انت شايف عيل قليل الادب يا حاج؟ اسكت اسكت اسكت. وزعوا شربات يا ولاد، وانتوا وزعوا الاكل والحلويات. هاتوا الشربات، هات. الشربات اللي بيتوزع ده عشان حاجات كتير قوي. اولها خروج شوقي بيه فتح الله اخويا، وتانيها جواز شوقي بيه فتح الله اخويا من ولا بلاش، بدل ما نقلب المواجع على الجيران. ومن النهارده اي حد في المنطقه عنده مشكله شوقي بيه فتح الله موجود، كبير المنطقه. ليه كده يا كارم؟ ليه كده يا ابني؟ افتكر لنا الخير، افتكر لنا اي حاجه حلوه عملناها له. هو انت مش فاكر لما جعفر علقك على المعبره دي 3 ايام وكنا بنستنى لما ينام عشان نطلع لك الاكل بالزعافه؟ ايه ده يا طنط؟ هو ده اللي علقه جعفر 3 ايام اللي حكيتيلي عنه؟ هو ده كرم فتح الله. ربنا يفك حبسه ويحسن ذكراه. هيفك يا ابني، هيفك. أوه. اوعى تسمع كلام الحاجة وتفتكر لنا الخير. أنا عايزك تفتكر لنا الشر وبس، سواء اللي فات أو اللي جاي. يلا أنا عايز الكل يشرب ويفرح. شوقي بيه فتح الله كبير المنطقة بقى موجود، افرحوا. وزعي يا حاج على الكل. أنا قلت أنت حابس نفسك فوق. أنت عارف أنا جيت ليه يا سيد؟ جيت عشان أعرفك حاجة كانت مجنناني يا أخويا طول ما أنا عايشة معاك. شايف أنت من غير جعفر إيه يا سيد؟ ما تسواش أي حاجة يا أخويا. كويس إنك عرفت مقامك يا سيد. يا راجل ده أنت مش عارف ترفع عينك وتبص في عينيا، ولا حتى قادر ترفع عينك وتبص في عين الرجاله اللي ضربوك. ده انت حتى كمان يا اخويا بقيت ماشي في الشارع مش قادر ترفع عينك في وش اي حد في السيده زينب.